السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. اليوم راح نكتشف أقرب العادات وألذ الأكلات عند الهنود. خلونا نبلش. الأكلة هاي اسمها خذ لك لقمة وإلى الجنة الملقى. طبعا يا جماعة الأكل عندهم تجربة مو بس وجبة، البهارات قوية لدرجة تحس حالك داخل على معمل فيزياء. شوفوا هذا الفيديو. يطبخ لك بيض مع أي شيء. طبعا خلونا نبعد عن موضوع الأكل، هذا لا نقاش فيه، وننتقل إلى عباداتهم وصلواتهم. خلونا نشوف أول فيديو. طبعا عندهم هذا الفاندام يوقف المروحة. طبعا المروحة بواحد وقفها، إذا انتبهتوا المروحة لحالها توقفت قبل ما يحط حتى ايده. هذا بس سايقها عليهم ويعرف حاله انه سايقها عليهم. هم يصدقون كل شيء على العموم، ما عندهم مشكلة، يعبدون البقر، يعبدون الحجر، يعبدون. إذا تروح أنت الهند يمكن يعبدونك. شوفوا الثاني هذا ولا عبدي له كرسي، يسولف مع الكرسي والكرسي يجاوبوا له على جو، على الرز مدري، على الصخر مدري، على الملح. شايلين اثنين يهزون بيه. اي ولا انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. اما بمقطع لفت انتباهي، شوفوا هذا المقطع. ركزوا، شفتوا هذا المقطع؟ وحدة منغولية مركبة تركيب جسمها مثل الدمية، طبلون ويزمرون قدامها، مسوية حالها لها سنونها مطشرقة تفوت راسي بيها. بقرة وتمشي. لا هم زاد يعبدون البقر، ليش بقرة وتمشي؟ طبعا من بين كل هالشغلات هاي انسوا لي هذول، حط لي اياهم كلهم على جنب. شوفوا لي هذا المقطع. فجأة تلاقي حالك تمشونك على الجمر. اي والله ما امشي لو يملكون الدنيا وما بيها. شنو هم يعني ما فكروا بيها؟ انت قاعد تعبد اله مشان ما يفوتك النار، جاي تمشي تفوت حالك بجهنم الخاطر الكعبة. ايش بيك؟ خلونا ننتقل على مقاطع عادية ونشوف الهنود وحياتهم شلون عايشين. خلونا نشوف اول شي حفلاتهم. خلونا نشوف هذا المطرب الفنان، حط لك دي جي. يعني هسه انت قلت الكلمة قبل ما تبلش الموسيقى الخاطر الكعبة. ايش بيك؟ هم قالها ورجع الأغنية الأساسية قالتها. شوفوا هذا البياع على ايس كريم، هذا يفكر حاله نفس اللي بتركيا. العجوز انجذبت، قامت تاخذ يمين ويسار، صابتها رعيصة. طبعا اذا تنسى كل هالشغلات هاي وتحب تروح على الملاهي، شوف ملاهي بأحلى ما يكون. يعني شلون اقول لك، تقعد بالملاهي خالصين عليك السلام، يعني تموت من قلة الاكسجين، ناس فوق ناس. خلينا نشوف المقاطع اللي بعدها. شوفوا هذا فان دام قلب اللحر. هسه يكسر له عصعصه برجلين انفحط من الضربة. خلينا نشوف المقطع اللي بعده. عيلة جميلة هيك راقدة قاعدين. انا فكرت تدحج على اليمين، طلعت تدحج علينا. الوا فقر هاي ايش بيك؟ خلاص ما عاد نسوي عليكم مقاطع. خلاص السلام عليكم ورحمة الله. والى هنا نصل لنهاية الفيديو، ونقول شنو نقول تابعونا وحطونا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم في فيديو جديد والى اللقاء.